السلام عليكم ورحمة الله حبايبي، وحشتوني جدا جدا جدا، بحبكم كتير كتير كتير. الفيديو بتاع النهاردة بقى ده بجد حاجة كده، يعني نقول الأول كده بسم الله. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام مع بعض لعلها تشفع لنا جميعا يوم القيامة. نكون سبب في ان احنا يعني نفكر بعض ونذكر بعض في الخير دايما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفيديو اللي انا نازله لكم بقى بيه النهارده ده بجد حاجه كده، يعني هتقولوا لي هو ايه اللي انت بتصوريه الفيديو ده. والله 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 انا ما شكرانيه ولا طالع لي حاجه ولا ليا مصلحه في اللي انا هقوله، بس انا عجبني حاجه قلت اوريها لكم وابينها لكم. كل اللي انا بصوره ده عشانكم انتم، انا لا مستفاده ولا هم مستفيدين، انا عشانكم انتم. انا عارفه ان في ناس كتيره جدا بتلف على محلات لبس ويكون اسعارها حنينه. طبعا احنا عندنا دلوقتي في البلد بتاعتنا، يعني بسم الله ما شاء الله، البيع اجتهادي. يعني الشاطر اللي يبيع اغلى. ممكن اجيب حاجه من محل وتبقى نفس الحاجه، ادخل بالصدفه محل تاني اجيب حاجه منه الاقي نفس الحاجه واسال عليها الاقي سعر تاني خالص واسمع كلام تاني خالص. طبعا احنا بنقول البيع اجتهادي ليه؟ لان كل واحد لو بيراعي ضميره، لو الحاجه بتاعتنا كلها كده بتبقى يعني مرخصه، انما كل واحد تاجر او كل محل او كل بياع طبعا بيبيع على مزاجه وبيبيع على هواه، والبيع اجتهادي. عشان كده انا بقول البيع اجتهادي. ربنا يصلح حال الجميع، ملناش دعوه. دي حاجات هم يتحاسبوا عليها ويتسالوا عليها. انما النهارده المحل اللي معايا ده انا دخلته انا شخصيا، وبتكلم عن تجربتي انا شخصيا، وجبت منه واتعاملت منه وشفت الخامه والماتريال بتاعها. حاجه فوق الممتازه، حاجه بجد جميله جدا 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 جدا. هتعجبكم قوي 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 قوي، وموفرين كل الالوان بكل المقاسات زي ما انتوا عايزين. القسم الاولاني اللي صورناه ده كله سويتشيرتات. سويتشيرتات اللي انتوا شايفينه اللي فوق ده، البيبي بلو والاحمر والازرق والكحلي ومش عارفه ايه. الالوانات اللي فاتت دي كلها وانا بتكلم، طبعا كنت بحكي معاكم، والالوانات دي كلها بقى شبابي، حاجات شبابي. من سن 12 سنه ونازل، حاجات جميله قوي قوي قوي، والالوانات تحفه. والحاجه بقى كمان الميزه في المكان ده هقول لكم عليها هتعجبكم جدا. كل اللي انتوا شايفينه ده سويتشيرتات، اللي في الاول ده كل ده سويتشيرتات. طب بكام؟ الواحد ب110 وعليه خصم، وماتيريال فوق الممتاز، غسيل ولبس وخامه، حاجه فوق الممتاز. شايفين الجمال؟ اقسم بالله ما هتلاقوه عند حد كده. اقسم بالله امانه، انا جبته انا شخصيا، انا مصدومه من السعر، عشان كده قلت اصور المكان. انا رحت لهم تاني النهارده وعجبت. شايفين؟ انا للاسف انا ما فيش حد يصور. ولو في حد صور هيضطر ان هو يطلعني غصب عني، وانا عشان ما بظهرش في الفيديوهات فبضطر اصور بايدي وابقى مثبته التليفون على الحاجه اللي انا بصورها. انتوا عارفين ان كاميرا تليفوني مش قد كده، يمكن الحاجه مش باينه قوي، بس الحاجه في ايدي انا امانه ربنا ملهاش حل. حاجه فوق الممتاز، حاجه خرافه، حاجه جميله، حاجه غسيل ولبس، ماتريال جميله جدا. الميزه بقى ايه؟ انا عندي ميزتين اتنين. ايه هي الميزه الاولى؟ الميزه الاولى ان المحل ده بيوفر لي ان انا ومثلا انا كشخصي، انا وجوزي مثلا وولادي نبقى زي كابلز كده. في ناس كتيره جدا مننا بتلف على محلات بتعمل الكلام ده، او بتعرض الحاجه دي، او بتبقى موفره لها الخدمه دي. ايه هي الخدمه؟ ان انا مثلا ابقى لابسه انا وبنتي وابني حاجه جميله كلنا شبه بعض كده. دي ميزه، ودي مش هتلاقوها في كل المحلات. ده رقم واحد، ان هم موفرين يا جماعه، موفرين كل الالوان بكل المقاسات. ستات ورجاله واطفال، بنات واولاد، موفرين كل الالوان بسن صغير وسن كبير. ودي حاجه، دي ميزه ما بتبقاش عند اي حد. وكمان الميزه التانيه، طب ايه الميزه التانيه؟ الميزه التانيه ان السعر بتاعهم كويس جدا 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 فوق الممتاز. وحاجه كمان، لو انتوا رحتم وقلتوا تبع كوافير هدى او تبع مدام هدى الكوافيره، اي حد هيقول الجمله دي هيبقوا عارفين ان هم رايحين من تبعي، هيتعمل له خصم تاني. كل قطعه بتاخديها عليها خصم، يعني كل حاجه، حتى لو فانيلا داخليه كل قطعه بتاخديها بيبقى عليها خصم. بصوا السلوبتات بقى اللي هي الداخليه، الفانيلات النص
شايفين عارضين لسه الصيفي. يعني هم كمان في حاجة عجبتني قوي، ان هم لسه عندهم حاجات صيفي داخلية، وعندهم حاجات خريفي. يعني صيفي موجود، خريفي موجود، شتوي برضو موجود. حاجات هم مش شغالين في الاصواف. الحاجات دي يا جماعة الماتيريال ده قطنيات. شايفين الجمال. اقسم بالله يا جماعه انا بجد يعني انا جبت حاجات. انا مش عارفه انا المحل ده ما شفتوش من زمان ازاي، وانا بالصدفه. هي بالصدفه، هي الارزاق على الله في الاول وفي الاخر. هي والله العظيم فعلا 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 المحل ده امانه ربنا. المحل ده لازم يبان، ولازم كله يشوفه، ولازم يعرف الناس كلها تعرف مكانه. بس اي حد هيروح عشان يتعمل لكم الخصم لازم يقول ان هو تبع كوافير هدى. المحل فيه تشكيلة هدوم بجد رهيبة. انا هوريكم بقى في نهاية الفيديو الحاجات اللي هي بيجامات صيفي زي ما قال الكتاب. طب بكام البيجامة اللي بنجيبها ب 350 بره؟ عارفين بكام؟ مش عايزه اصدمكم زي ما انا اتصدمت انا قلت لهم كل الالوان شيلوا له منها واحده 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 واحده. تخيلوا كل الالوان اللي كانت موجوده انا جبت منها، واللي ما لقيتش مقاسي منها، لان في 2 اكس، في 3 اكس، في اكس لارج، في مش عارفه، في كل المقاسات. انا الحاجات اللي لقيت مقاساتي فيها ناقصه قلت لهم لازم توفروها لي. انا على الصيف الجاي هاجي اجيب، انا مش هلاقي السعر ده اصلا. وبعدين هم مش تصفيات يا جماعه، هو ده سعرهم. هم سعر مصنع. السعر المحل ده سعر مصنع. عندهم 4 فروع. قالوا لي لازم تروحي تصوري في الفرع الرئيسي. الفرع الرئيسي ده طبعا في اسكندريه، وانا بالنسبه لي هنا يعني العجمي عشان جنب شغلي وجنب البيت وكده. معايا اطفال صغيره وانتوا عارفين، فبالنسبه لي قلت لهم ايه خلاص نبدا احنا نصور المحل ده الاول. وبعدين هو مش صغير ولا حاجه، ده هو موفر كل حاجه بسم الله ما شاء الله. يعني من اطفال لكبار لسيدات للرجال لكله. شايفين الجمال؟ كل ده كده، كل اللي انتوا بتشوفوه ده اطفال لحد سن كام؟ 12 سنه و14 سنه. حاجات فوق الممتازه. دي هفقولات بقى الشتوي. دي كوكي طبعا قاعده تلعب وقاعده تثبت في مالك، ومالك مطلع بجد. مالك عامل بصمه في اي مكان يروحه، يعني اي مكان اروح اصور فيه مالك عامل لنا بصمه فيه. طبعا موجود هناك استاذ محمد، شاب كده يعني بجد محترم جدا. وموجود هناك بنتين لا داعي لذكر اساميهم بقى، انتوا هتروحوا وتعرفوا اساميهم. البنتين بجد اسلوبهم راقي جدا وكويس جدا جدا جدا. وهو برضو اسلوبه كويس ومحترم قوي. انا احترمتهم جدا امبارح لما رحت هناك اشتري حاجات، وقلت لهم المحل ده لازم يبان يا جماعه، لو عايزين نصوره صوروا. قالوا لي هنستأذن الاول من صاحب المكان عشان هم شغالين فيه كده. احترمتهم اكتر. شايفين القطنيات بقى، الهفقولات والداخلي، كل حاجه كل حاجه كل حاجه متوفره، وكل حاجه بسم الله ما شاء الله. اهم حاجه عندي السعر، والسعر مش على خامة اي كلام، يعني مش على خامة. وطبعا منسوش الامهات، امهاتي العزيزات يعني. ربنا يخلي لنا امهاتنا جميعا يا رب. منسوش القمصان اللي انتوا شفتوها في الاول ديت. طبعا بتتلبس تحت العبايات بتاعت الامهات يعني وكده. في ناس بتلبسها بقى تحت العباية، في ناس بتلبسها في الصيف كده. حاجات كويسة جدا، حاجات حلوة جدا، حاجات جميلة جميلة جميلة. طيب كل الاستندات اللي عدت دي بناطيل خروج. الاسود اللي في الاول ده كده، ده كل ده بناطيل خروج. والالوانات اللي قبلها دي بناطيل بيت، يعني حاجات للبيت وكده. تمشي بقى مع تيشيرت، مع بنطلون، يمشي توفقيه مع بيجامه مثلا، توفقيه مع ترنج، توفقيه مع حاجه. طبعا الباديهات برضو اللي فوق ديت. التيشيرتات السودا دي اللي انا جبت منها امبارح. التيشيرتات ديت فظيعه 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 قسما بالله جامده. والابيض اللي جنبها ده طبعا ده رجالي بقى. ده رجالي اللي انا اخدت منه امبارح. حاجة بجد واقسم بالله يا جماعة فوق الممتاز. حاجة كويسة قوي، وحاجة شكلها شيك جدا، وحاجة محترمة شايفين ده بقى اللي انا كنت بقول لكم عليه امبارح. انا جبت منه طقم داخلي قطن. قطن. عارفين يعني ايه لما اجيب طقم داخلي اللي هو البنطلون والتيشيرت اللي هو بيقولوا عليه الرجالي كلسون، بس ده قطن مش صوف. حاجه بجد تمسكيه في ايدك كده زي الميه، والخامه بتبان من الشكل من غير ما المسها. دي طبعا هفقولات طبعا للناس اللي بتلبس بقى جواكت وكده في الشتاء. هفقولات بقى موفرين، لاعبين في الالوانات صراحه كلها. كل الالوانات موجوده. زي ما قلنا المقاسات كلها موجوده، المقاسات كلها متاحه معايا. اطفال وكبار وصغير ومقاسات بقى، كل حاجه موجوده عندهم وموفرينها. دي عبايات اللي على الستاند دي اللي هي لونها زيتي دي شويه.
دي عبايات بقى برضو اللي بيحب العبايات في البيت وكده، عبايات شتوي خامتها حلوه قوي قوي قوي. بس انا صراحه ماليش في العبايات، يعني بحس ان هي بتكتفني شويه. موفرين برضو الالوانات بتاعتها كلها. صراحه سعرها والله العظيم انا هسيبكم تروحوا تشوفوا. انا مش بعمل دعايه للمحل خالص، انا عجبني المكان وعشان المكان حلو. دي طبعا بيجامات بقى شتوي بجد، واوعى وشك كده حاجه كده يعني بجد، يعني تستاهل ان الواحد يحكي عنها. بس انا جبت من اللي جوه، ما جبتش من دول. طبعا انا وفقت بقى ليا وللاولاد كلنا اللون ده، جبت اللون ده طبعا ليا، اللون ده نفس اللي في ايدي دي جبتها. بس انا ما صورتش الحاجه اللي انا جبتها، طبعا هي عندهم بره. كل الالوان بتاعتها متوفره، حاجه فوق الممتازه، حاجه جميله قوي قوي، والماتيريال جميل بجد حاجه نظيفه، والاستقبال بتاعهم واسلوبهم في الكلام ومعاملتهم مع الزبون، كل حاجه متوفره. طبعا كوكي ماسكالي مالك خارب الدنيا في المحل، مش راضي يسكت خالص. دخلنا بقى احنا فين؟ على القسم اللي جوه اللي هو لسه عارضين فيه الصيفي والخريفي، من كشميوهات لتيشيرتات لعبايات صيفي لبيضيهات لبيجامات، كل حاجة متوفرة، كل حاجة عندهم متوفرة بجد. بصوا بقى اللون البيبي بلو بقى اللي انا اول، هو مش باين في التصوير. انا رجعت تاني، هو انا هجيبه اهو من الاول تاني. انا بصوا شايفين البيبي بلو والبينك والاصفر، شايفين التلاتة دول كده اللي جنب بعض دول او اربعة، مش فاكرة. وتقريبا كان في جنبهم احمر. شايفين بجد 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 اقسم بالله انا كنت هتجن على الاسعار اللي هم منزلين دي. طبعا برضو في ناس بتحب الكشميوهات دي تقعد بيها كده، في ناس بتجيبها تحت العبايات برضو تبقى حاجه طويله ومحترمه كده. كل حاجه متوفره زي ما انتم شايفين. الباديهات برضو ديت في ناس بتحب الباديهات دي تحت لو لابسه حاجه بنص ولا حاجه، او حاجه شفافه مثلا او كده. كل حاجه شايفين بقى. انا بقى الالوانات دي صراحه بجد مش عايزه اقول لكم، مش كلام. الالوانات دي رهيبه، الالوانات دي جميله عجبتني وجبت منها الحمد لله رب العالمين. انا ما شفتش الكلام ده امبارح كمان، انا كنت بره واشتريت من اللي بره، فالنهارده بالصدفه عشان بصور قلت ادخل اصور في الجزء اللي جوه، فاكتشفت دول، فكنت هتجن عليهم. قلت لهم لا انا عايزه من كل حاجه واحده. المقاس بتاعي فيه مقاس بس واحد ما لقيتوش. تقريبا كانت في الاصفر تقريبا. قالت لي هنوفره ونتصل بيها، طبعا هم هيتصلوا بيا ان شاء الله ومنين ما يجيبوا المقاس يعني بتاعي. فالحاجه جميله قوي قوي، والحاجه شكلها شيك، والحاجه محترمه، والماتيريال جميل قوي وعاجبني، والاسعار جميله جميله جدا جدا جدا. ربنا يصلح حال الجميع. انا عارفه ان الناس كتير بتعاني وعايزين اسعار حلوه وماتيريال يبقى حلو وخامه وغسيل ولبس وحاجه شياكه. وزي ما قلنا في ميزتين في المكان، ان هو بيوفر لي ان انا مثلا لو في مثلا بابانا عايز ينزل بابنه كده يصلي صلاه الجمعه يبقى لابس شبهه، دي حاجه جميله. في ناس كتيره جدا بتدور على المحلات اللي زي كده. طبعا دي كانت نهايه الفيديو معايا، اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى ان الحاجات دي تعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد واشوفكم على خير. ما تنسوش اي حد يروح المكان يقول ان هو تبع كوافير هدى العجمي، واشوفكم على خير ان شاء الله.